يلا بينا على الراديو 90 يلا بينا لسنابل ودكاترة المستقبل في طب القصر العيني اللي قرروا فعلا يحاولوا بكل اللي يقدروا عليه ان هم يحلوا كتير من المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه المستشفيات الحكومية. وعايزين نقول طبعا ان مش بس الشباب، كمان في دكاترة كبار بيدعموا سنابل وبيحاولوا بكل طاقتهم ان هم يساندوهم، زي دكتور حسين خيري نقيب الاطباء اللي بيشرفنا انه موجود معانا على التليفون دلوقتي في يلا بينا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بحضرتك. وطبعا يعني احنا عرفنا ان حضرتك من اهم الداعمين لسنابل، طبعا لاسره سنابل، فعايزين نعرف حضرتك ازاي بتدعمهم وقد ايه دورهم مهم. لا انا سمعتك بس بتتكلمي عن المستشفيات الحكوميه الاول، وانا عاوز اذكر بس حاجه صغيره على دور المحوري المستشفيات الحكوميه بتأديه في المنظومه بتاعت مصر. طبعا وخص منها كثير من مستشفيات وزاره الصحه، وخص منها المستشفيات الجامعيه، وخص منها القصر العيني. فاحنا بس يعني عشان ندي كل حاجه حقها، وعاوز ااكد على كميه الخدمات الصحيه المتميزه اللي بتؤدى في المستشفيات اللي احنا ذكرناها. طبعا يا فندم، بس احنا الحقيقه يا فندم بدون اي، على فكره بدون اي مقابل، طبعا بدون اي مقابل عشان انتباه. بس يا فندم الحقيقه خلينا نكون بس واضحين وواقعيين ان في للاسف بعض الاوضاع الصحيه الغير لائقه، وللاسف في يعني تردي في مستوى الخدمه في بعض المستشفيات، عشان كده سنابل معانا. انا مش بقول ان دي كويسه، مش بقول ان دي كويسه، ما تفهميش غلط. طيب ماشي، حتى دي كويسه، فاحنا بنطلع في مزيد ومزيد ومزيد بالظبط. ايوه عشان كده احنا منبهرين بسنابل وبدورهم في القصر العيني ان هم يحاولوا يطوروا من اداء الخدمه الصحيه والاجهزه الطبيه المتوفره في القصر العيني. لا هم طبعا سنابل بقى لهم كذا سنه، شكل مصطفى زكي لهم دور بيدعم المنظومه الصحيه في القصر العيني او العلاجيه يعني. ويمكن من سنه 2011 وهم بيعملوا حملات جمع تبرعات لشراء يعني اشياء كثيره، من ضمنها على سبيل يعني ليس على سبيل الحصر المثال وليس الحصر، في مونيتورز جابوها، وفي هم قالوا لنا ان هم وفروا سراير واجهزه ضغط بالظبط. لا لكن في كمان ثلاجه بنك دم، وفي اسره العنايه المركزه والمونيتور ساعه العنايه المركزه. ده على سبيل يعني المثال، ولكن حضرتك كأستاذ وفي طب القصر العيني ونقيب الأطباء طبعا، ازاي حضرتك بتقدم لهم الدعم من مكان حضرتك ده؟ انا معهم في الاسره، هم عاملين الاسره بتاعتهم وانا معهم في الاسره، وهم بيطلعوا الافكار، وانا يمكن بساعدهم في ان هم نقول ايه الاحتياجات، ويمكن بساعدهم في اجراءات دخول الاشياء دي ويمكن اختيارها. لكن هم المحرك الاساسي، يعني لولاهم انا ما كنتش عملت حاجه، فهم المحرك لكن الاساسي. يا دكتور برضو كمان دعم حضرتك ودعم الاساتذه الكبار لمجهودات الشباب ده في تواصل للاجيال، وده حاجه مهمه جدا انها تبقى موجوده، لانه بدون تشجيع حضرتك والدكاتره الكبار اللي زيك ليهم اكيد مش هيقدروا يكملوا. كمان يعني احنا عرفنا حاجه منهم الحقيقه، ان حضرتك كل يوم الساعه 7 الصبح بتصحى وبتروح القصر العيني عشان تدرسهم ماده الجراحه العامه، عشان تساعدهم عشان تحارب الدروس الخصوصيه، ومحدش طالب في كليه الطب يروح ياخد درس خصوصي. ده هدف استراتيجي عندي، ان انا ازاي نبقى كلنا اللي احنا بنظم ان احنا الكبار نبقى متواصلين مع الصغيرين، لان دايما زي ما بقول احنا اللي محتاجين لهم اكتر ما هم اللي محتاجين لنا. هم بيبتسموا دلوقتي يا دكتور، هم بيحبوك جدا جدا جدا. ربنا يبارك في النعمه الكبيره دي ان شاء الله. ان شاء الله يفضل التواصل ما بيننا وبينهم ان شاء الله على طول ان شاء الله. ازيك يا دكتور؟ دكتور حسين؟ محمود. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك؟ ازيك يا محمود؟ ازيك يا حبيبي؟ الله طبعا شكرا لحضرتك على الكلام الجميل ده، وفعلا خدمات حضرتك لينا في سنابل حتى ما تتوصفش. احنا لما بيتقابلنا اي مشكله بنطلع على طول لدكتور حسين، غير ان احنا اول ما بدانا خالص
كان مهم جدا يبقى لينا دعم زي دكتور حسين يأيدنا، لان انت لما تلاقي دكتور كبير شخصيه عظيمه زي كده بتأيدك بتحس ان انت فعلا داخل على حاجه كويسه جدا هتعملها، وده كان سبب كبير ورئيسي في النجاح بتاعنا يعني. دكتور حسين ازي حضرتك؟ كريم يا دكتور. كريم ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك سعيد؟ انا بس كنت عايز استغل يعني ان احنا هنا وعلى الهوا ان انا اشكر حضرتك على حاجات كتير جدا معانا، وكنت عايز اقول لحضرتك ان حضرتك شرف لينا وشرف القصر العيني كله وشرف لمصر كلها، وربنا يوفق حضرتك في المنصب الجديد ومبروك تاني وتالت، وربنا كده يكرم حضرتك دايما. وانا مبسوط فعلا ان انا اعرف حضرتك وحضرتك تعرفني يعني. الله يخليك يا كريم. انا بس عاوز اقول برضو ان هو لولا ان انتوا بتحركوا كل الحاجات ما كنتش ولا انا ولا حد تاني نقدر نعمل اي حاجه، واحنا كل حاجه بنعملها بتبقى عشان خاطركم، عشان تبقى عارف برضو اي حاجه عملناها وبنعملها هي عشان خاطركم في الاول، واكيد عارفين كده كويس يعني. واحنا طبعا عايزين نشكر حضرتك جدا يا دكتور حسين على دعم حضرتك اكيد لسنابل، وعلى تحسين جوده الخدمات الصحيه المقدمه اكيد في مستشفى القصر العيني وفي غيرها. وحقيقي شكرا جدا لحضرتك ان حضرتك كنت موجود معانا في يلا بينا، وان شاء الله دايما حضرتك تستمر بقى في دعم سنابل وغيرها من الافكار الشبابيه ان شاء الله. ان شاء الله. اقول كلمه اخيره بس، ان احنا بنعمل ده كله بقى في الاخر عشان نحسن الخدمه الصحيه اللي بتؤدى للمواطنين. بالظبط كده، كلنا بقى هو الهدف الاول المرضى. نشكرك دكتور حسين خيري نقيب الاطباء والاب الروحي لطلبه كليه القصر العيني. شكرا جدا جدا يا فندم. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم.